بين الفطار والسحور بنحتاج نحلي. عملت النهارده عيش السرايا وقلت اوريكم هنعملها ازاي. رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. تابعونا علشان هنحلي الحلو مع لونا. الموسم ده انا قررت ان انا اجيب لكم كل الوصفات بتاعتنا، تبقى وصفات كلها ايه رايكم نسميها وصفات ال10 دقايق. قلت بقى بما ان احنا طول النهار بنشوح وبنقلي وبنحمر مع ان التلاتة واحد، بس بما اننا طول النهار مشغولين، ايه رأيكم بعد صلاة القيام نقرر ان احنا نعمل وصفة اخرها 10 دقايق وبجد كلها وصفات، يعني هنعتمد على انها تبقى سهلة وسريعة واهم ما فيها انها اقتصادية. يلا نسمي الله ونبدأ مع بعض وصفة النهاردة. الوصفة بتاعتنا النهاردة مش هقول لكم ما فيهاش مقادير، بس بجد المقادير بتاعتها زي ما انتم شايفين كده، احنا يعني يعتبر كلها مقدارين 3 وخلاص احنا خلصنا. احنا هنبدأ اول حاجة معانا هنسمي الله. معايا هنا كوباية مية من الحنفية عادي خالص، ومعاها كوباية سكر. انا هحط السكر على المية كده زي ما انتم شايفين، وهرفعها على النار لمدة 10 دقايق مفيش غيرهم. كل اللي انا هعمله دلوقتي انا مش هعمل سيرب بمعنى سيرب، يعني انا بمجرد ما السكر عندي هنا يدوب في المية، فهي بجد مش هتاخد 5 دقايق على النار. بمجرد ما ادوبهم، احنا بس عاوزين ندوب السكر بس مع الميه. احنا بمجرد ما غليت كده احنا هنرفعها على النار، ما استنيناش اي وقت خالص. خلاص كده. معلقتين كبار حلوين يعني سمنه، عايزه تحطي معلقه زبده ومعلقه سمنه شغال، عايزه تحطي الاتنين زبده شغال. كل اللي انا هعمله هسيحهم على النار. الوصفه بتاعتي النهارده ممكن نقول عليها حلا السميد. انت محتاجه سمنه او حاجه لان هي بتشرب سوائل كتير قوي. دي البسبوسه عامه او السميد بيشرب سوائل كتير جدا. هنحمر البسبوسه. المفروض ان النار تبقى متوسطه، خدي بالك يعني ارتفاع النار بتاعتك على حسب انت شايفاها عامله ايه. هي تحسي انه هي هتطلع دخنه شويه لما السمنه تسخن شويه او الزبده تسخن شويه. خدوا بالكم منها، عاوزين تعلوا النار توطوا النار، دي على حسب ما انتوا شايفينها عامله ايه. بتاخد وقت شويه، ولكن احنا عاوزين اللون بتاعها يبقى بني فاتح او جلد غامق شويه. السميد لما بدأ يشرب السوائل شكله بقى عامل ازاي. كل ما ده هيشرب كل السوائل اللي فيه وايدك فيه على طول كده قلبي من تحت لفوق، هو كده بيستوي. وكل ما هتحطي سوائل هيشربها، ولكن احنا مش محتاجين اكتر من اللي احنا حطيناه. شايفين كده القوام بتاعها وصل لفين، وكأنها بدأت تبقى عجينه. شايفين سهله ان هي تتشكل. انا ايدي هتفضل فيها على النار، انا مهديه النار خالص عليها وايدي فيها كده من تحت لفوق. كل اللي انا هعمله هستنى عليها دقيقتين بس كمان تشرب شويه بسيطه قوي من السوائل بتاعتها، وبعدين هنبدأ نكمل مع بعض باقي الوصفة بتاعتها. طيب انا حطيت جزء كده في الصينية بتاعتي وهسويها على قد ما اقدر اهو. هي سهلة التشكيل جدا، يعني طول ما هي سخنة كده سهلة جدا ان انت تشكليها، فحاولي تظبطيها على قد ما تقدري. انا سويتها اهو زي ما انتم شايفين، وحاولت على قد ما اقدر ان انا اظبط الجناب بتاعتها، لان طالما انت حطيتيها في بايركس اعتمدي على انه يبقى الشكل الخارجي بتاعها من بره مظبوط. انا هحطها دلوقتي في التلاجة علشان نعمل طبقة الكريمة بتاعتنا مع بعض، وبعدين ارجع لكم علشان اعمل الكريمه بتاعتي. الكريمه اللي هي هتبقى الطبقه الاخيره على الوش بتاعنا. فعلشان اعملها جايبه هنا كوبايتين لبن كبار، اللي هو المج العادي، لبن او حليب على حسب البلد او على حسب ما بتسموه. معايا هنا 3 معالق سكر حبيبات عادي، معلقتين نشا، معلقتين كبار دقيق. قلبهم كويس جدا علشان ما تكلكعش اهو، اضمن ان مفيش اي تكتلات خالص، وبعدين ارفعها على النار. شايفين القوام بتاعنا وصل لايه. متاخدش وقت خالص على النار، ولكن هدوا النار عليها، ما تبقاش عاليه قوي وتبقى ايدك فيها سريعه بسرعه وتعمليها، وبعدين تكتشفي في الاخر انها بعد ما خدت السمك ده او القوام ده حسيته بطعم الدقيق فيها او طعم النشا. بعد ما انا رفعتها على النار، اللي انا هعمله هحط معلقه زبده، معلقه واحده كده، نقطه فانيلا سايله او فانيلا اللي هي العاديه ايا كان المتاح عندك، وهقلب كده عشان بس ايه نعزز الطعم زي ما اتعودنا في الكريمه بتاعتنا اهو. مجرد ما قلبناها كده هي خلاص دابت فيها. بسم الله كده وننزل بالكريمه بتاعتنا كده خلاص اهو. انتوا متخيلين ان احنا كده خلاص خلصنا. احنا خلصنا الصينيه بتاعتنا، ظبطناها وكل حاجه. هدخلها التلاجة دلوقتي، هنقول مثلا ساعه، علشان واحنا بنقطعها تبقى القوام بتاعها متماسك. انت عقبال ما تصلي صلاه القيام بجد هتبقي خلاص خلصتي، هتبقي خلاص ان هي جاهزه للتقديم بتاعك. وخلاص احنا خلصنا الوصفه بتاعتنا. دخلها التلاجة بعدين نشوف هنقدمها ازاي مع بعض. جينا لمرحله التقديم. ايا كان الشكل اللي انت حابه تقدمي بيها، عيش انت، دي حاجه بتاعتك انت. فانا عندي هنا السوداني، ممكن اعمل شويات كده حسب ما انت حابه. نقطعها كده، احنا عشان كده حطيناها في التلاجة بس شويه
عشان تبقى متماسكة كده، تتقطع معانا بشكل حلو. وادي الشكل بتاعنا زي ما انتوا شايفين اهو، القوام بتاعها كريمي. المفروض ان هي ما تبقاش متماسكه اكتر من كده، المفروض ان هي وانتي بتاكليها بتبقى دايبه في البق كده. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم. اكتبوا لي في الكومنتات عايزيني اعمل ايه الحلقه الجايه، والاهم من ده كله اللايك والكومنت والشير على صفحتنا اوت بوكس فود. استنوني الحلقه الجايه.